الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصل اللهم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم جميعا ورحمة من الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نحن نعيش في زمن فاضل تقال فيه العثرات وتسكب فيه العبرات وتضاعف فيه الحسنات، وإن النفوس تفتر وتمل بسرعة، خصوصا تلك النفس التي لم تعتد على العبادة والمسابقة في الخير، فتجدها تمل بسرعة وتحب أن تعود إلى سابق عهدها من اللعب واللهو والتقصير في العبادة. أيها الأحبة، إن للفتور أسبابا ودوافع لا بد من معرفتها حتى يتجنبها العبد ويستمر في الاجتهاد حتى بعد رمضان. وإن الفتور بعد الاجتهاد أمر طبيعي وأغلب الخلق عليه، فما أصابه الفتور إلا بعد اجتهاد في الخير وإقبال شديد، وهذه حالة المؤمن. أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. والمعنى العام الحديث أنه إذا اجتهد العبد في فعل الخير بحيث يسابق لكل معروف وطاعة، خصوصا في الأزمنة الفاضلة، فإن هذا الحماس لا بد أن يعقبه فتور. فالمفلح هو من كان فتوره في المستحبات ولم يصل للفرائض يقصر فيها، لأنه إذا بلغ الفرائض أصبح تقصيرا ومعصية. فعلى العبد أن يجتهد في العبادة حسب طاقة نفسه حتى لا تمل العبادة، وكلما ملت ألزمها الفرائض ولا يكلفها ما لا تطيق، وهكذا يعود مرة أخرى للاجتهاد. فلا يزال بين فتور واجتهاد وبعد عن المعاصي وعدم تضييع للفرائض، وهكذا ينبغي أن تكون حال المؤمن. فأيها الأحبة، إن بقاء قلب المؤمن على الدرجة الرفيعة من الإيمان التي يجدها في أعظم العبادات قدرا وأكثرها تأثيرا كالصلاة والحج والصيام وتلاوة القرآن وقيام الليل أمر متعذر، فلا بد من النزول عن هذه الدرجة إلى ما دونها وأقل منها لشدة انشغال القلب بأعمال الدنيا وملذاتها وفتنها وما يعتريه فيها من أفراح وأتراح. وإن هذا الفتور ليس من الرياء أو النفاق، وقد وجد هذا أفضل القرون، وجد في أفضل القرون مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن حنظلة الأزدي رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنكم لم تدوموا على ما تكونوا عندي أو تدوموا على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وقالها 3 مرات. والمقصد من هذا أن العبد يراقب نفسه، كلما فترت جاهدها وألزمها سنة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه،
فلا يزال في جهاد حتى يلقى ربه وهو محافظ على الفرائض مجتهد في النوافل متجاف عن المعاصي، كلما أخفق وأذنب سارع بالتوبة قبل ساعة الاحتضار. فأيها الأحبة، تلذذوا بالطاعة، تذوقوا حلاوة الإيمان، فهي أكبر معين على الثبات على الخير. نعم أحبتي في الله، ويجب على المؤمن أن يتجنب ويجاهد نفسه أن لا تكون هذا الفتور لا يصيبه في فترة الليالي الأخيرة من شهر رمضان، فآخره خير من أوله. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كل سنة. نحن بحاجة إلى زيادة في الهمة والعمل الصالح قبل انقضاء هذا الشهر الطيب. والخيل إذا قاربت على النهاية بالسباق جادت بكل ما لديها من قوة. أيها الأحباب، الفتور هذا هو طبيعة في الإنسان، لكن علينا أيها الأحباب نحاول أن لا يكون فتورنا في ليالي مباركة فيها من النفحات. إن لربكم في أيام ذهركم نفحات ألا فتعرضوا له. جاهدوا أنفسكم في هذه الليالي المباركة، لأن فيها ليلة خير من 1000 شهر. لمن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لعلنا نبلغ هذه الليلة المباركة ونبلغ فضلها وكرمها، فالإنسان يجاهد نفسه ويجتهد. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لبلوغ هذه الليلة، وأن يوفقنا الاجتهاد في هذه الليالي المباركة، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. أسأل الله عز وجل لكل من وصانا بالدعاء: اللهم بلغ مقاصد الجميع، اللهم يا فالق الحب والنوى اعط لكل واحد منا ما نوى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.